السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في ناس كتير سألتني عن الكشاشان عند الطيور وبالأخص البط. طيب الطير لما يكش منك كده اعرفي ان هو في سبب معين وصله للحاجة دي، لا اما هو شرب مية ملوثة، لا اما هو عنده عدوى، لا اما هو عنده اسهال. الثلاث حاجات دولت يخلوا الطير يكش منك وما ياكلش كمان ويخس ويشر بره وبعيد يحصل له حاجه. طب انا عايزه اعالج السبب. اول حاجه ان انت صلي على حبيبك المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ان احنا نعزل البط عن بعضه. يعني البطايه اللي عندها اسهال، عندها عدوى، كشه، يا جماعه نفصل الطيور عن بعضيها. ليه؟ عشان العدوى ما تنتشرش لبقيه الطيور، لان هم اكيد مش هيبقى كلهم عندهم نفس العدوى. بس لما نفصلهم ده حمايه ليهم علشان نعرف نعالج وما يبقاش عندنا كل الطيور مريضه. دي حاجه. الفصل نهائي البط عن بعضيه، تدفي كمان المكان، لان ممكن يكون برد شديد قوي هو اللي وصلهم للمرحله دي. نعمل ايه بقى بعد ما فصلنا البط عن بعضيه؟ الميه نغيرها نهائي، لان الميه ممكن تكون هي سبب المشكله. نغسل الحاجه اللي احنا حاطين فيها الميه كويس جدا، ونحط ميه جديده، ونحط في الميه دي ليمون. الليمون بما ان هو مضاد حيوي وكمان مطهر معوي ومضاد حيوي رهيب جدا، مش هتلاقيه في حته تانية. الليمون هتعملي فيه ايه؟ اوعي ترمي القشر، تضربي القشر في شفشق الخلاط وتحطيه. ده وقايه ليهم من امراض كتيره جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت هتمنعي نهائي نهائي اي حاجه خضراء قدامهم. لازم ندي حاجات فيها نواشف بقى، فول صويا، علف، دشيشه، رده، اللي انت عايزاه هتحطيه. الحاجات دي يا جماعة من الحاجات المهمة جدا. تاني حاجة انك هتجيبي معلقة عسل صغيرة وهتحطيها للطيور على العليقة. عسل او سكر اللي انت عايزاه، الموجود والمتاح عندك. انا بحبكش تكلفي. تمام كده يا جماعة؟ اتفقنا. معلقة العسل أو معلقة السكر على العليقة دي أساسي لازم تحطيها. واوعي تبيتيهم في حتة تكون تحتيهم مبلول. لازم تحطي شارة وتحطي جير تحتيهم عشان تدفيهم كويس قوي. وخلي بالك التدفئة في الحالة دي كمان أهم من أي حاجة. الليمون اوعي تنسيه، البصلة اوعي تنسيها. 4 فصوص توم بيساووا قرص مضاد حيوي. يبقى انا كده لازم احط التركيبه دي كلها على بعضيها. كمان لازم احط مطهر معوي تاني. ايه بقى يا بنتي يا بطه؟ معلقه حبايتين فلاجين او فحم على رتل المي. لازم تحط لهم على الاقل مره في اليوم لمده 3 ايام. كده اتفقنا. لان انا عايزه اطهر معده الطير من الميكروب اللي فيه. ما هو الاسهال او العدوى كل دي ميكروبات بتيجي ايه مع الطيور. طب انا كده حطيت الحاجات دي. اوعي تنسي الحاجه اللي قلت لك عليها، لان الكشاشات من الحاجات الخطيره جدا للطيور. طب الموضوع بزياده بقى قوي وانا عايز احله بسرعه. يعني مش الاسهال او الكشاشان تحس ان الطير شديد عليه قوي. نعمل ايه؟ هناخد اتجاه تاني خالص. في عندي هتجيبي علاج بقى من البيطري، هتجيبي من عنده اموكسيسيلين، ده موجود. هتحطي منه معلقه كبيره على رتل ميه وتشربوه له. او السلفه، وكلنا عارفين السلفه دي موجوده في الصيدليات لو انت عايزه تحطها له. وكمان الافضل ان انت لازم تحط لهم مع محلول معالجه الجفاف، لان ده هيعوض النقص الميه اللي بقت خلاص في جسمه. هو الكش ده معناه ان هو خلاص لا بياكل ولا بيشرب، فده هيعمل تعويض هايل جدا معاه. واهم حاجه الفيتامين. عندك فيتامينات عاليه جدا موجوده ورخيصه وسهله ومش مكلفه. تحطي كمان على العليقه معلقه صدف يا جماعه، دي مهمه. والافضل كمان مع الصدف هتحطي معلقة حبة البركة، لأنها مفيدة جدا 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 لجميع الطيور. واللي أنا بقولك عليه ده لو انت عملتيه هيوقف لك الإسهال وهيضيع لك العدوى خالص نهائي أو الميكروب اللي عندهم، وهيبقوا كويسين. وعايزة أقولك نصيحة بقى وانت أكبر من أنا أنصحك. لو البطاية كبيرة
وحجمها مناسب اذبحيها، بلاش تعالجيها. دي نصيحة مني وعن تجربة سنين كتيرة جدا في التربية. أنا طالما كبرت وريشت وجالها برد أو جالها إسهال أو الكشاشات، اذبحيها واخلصي منها. أما لو كانوا صغيرين اعملي اللي أنا بقولك عليه. والله أعلى وأعلم، والله الشافي المعافي إن شاء الله. واسيبكم بقى دلوقتي في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.